السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم روتين في الشقة بحالة. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وطبعا انا اسفة عشان تأخيري عليكم. حابة أشكركم بجد لأنكم شرفتوني وزودتوا قناتي. وجودكم شرف كبير ليا وشرفتوني ونورتوني. ويا رب إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. وبعتذر طبعا عشان تأخيري معاكم غصب عنه، والله سامحوني. طبعا اول حاجه شايفين منظر الشقه زي ما انتم شايفين كانت مكركبه بصراحه. وبصراحه ما خلتش العيال يعني يعملوا حاجه ولا كده. قلت انا عايزه اعمل معاكم فيديو واجيب لكم يكون شامل يعني الشقه بحالها. لان بصراحه ما عملتش معاكم من زمان فيديو للشقه بحالها تنظيف معاكم. كنت على طول يعني يا اما المطبخ يا اما اوضه باوضه. فما عملتش يعني الشقه معاكم بحالها. طبعا انا مش هعمل تنظيف اعمق ولا حاجه لان بصراحه شقتي نظيفه. وما بلاقي الحاجه متوسخه بعملها اول باول. فانا هوريكم يعني انا يومي بيمشي ازاي. وطبعا كل ست بيت بتعمل كده في يوم. طبعا اول حاجه طبعا بتقومي بتفتحي بيبانك وشبابيكك وبتشغل القران كده عشان يديكي طاقه حلوه كده وانت بتشتغلي حواليه وتعليه بقى. بعد كده طبعا اول حاجه طبعا بتطبقي الفرشه بتاعتك. وبعد كده هو بس اوضه النوم دي بس راكم ما تطبقي الفرشه خلاص بتبقى نضف. يدومك بقى بتلمعي العفش وتكنسي كده بالمكنسه. وبس كده كده خلاص الاوضه معاكي خلص. هنا خلاص طبعا كنت مفتحه البيبان الشباك بتاع الاوضه دي من بدري بس بجيبه لكم يعني في الفيديو من الاول. هنا بقى خلاص نضفت الأوضة وظبطت الفرشة كده ومسكتها نفضتها وظبطتها كده. وهسيب برضو الشمس دي تضرب كده على السرير وفي الأوضة زي ما انتوا شايفين كده. انا ما بضلمش الشقة دي بقى الا كده بعد العصر كده يعني في وش المغرب عشان خاطر السقعة وكده. انما طول النهار بتبقى مفتوحة طبعا لما يكون في شمس وكده. بستغل الوقت يعني وزي ما انتوا شايفين الشمس بتبقى ضاربة في الأوضة بحال. هنا خلاص بقى همسح بقى طبعا كنست وخلصت ومسحت. ولمحت برضو الحاجة اللي بتبقى في الأوضة اللي هو الجزامة اللي هو التسريحة يعني والدولاب وكل الحاجات دي. طبعا انا حاطه شويه معطر كده في الميه اللي هتمسحي بيها وحاطه حته من اللهلوبه كده صغيره. طبعا بتدوبي اول اللهلوبه كده حلو عشان لو انت حطيتها زي ما هي كده مش هتدوب فانت لازم تدوب. بس هنا خلاص خلصت اوضه النوم ومسحتها وسبتها برضو وسبت الشباك مفتوح فيها كده. كده خلاص اوضه النوم خلص. ده عادات يوميه لازم تعمليها. يتني بيتك على طول نظيف ومرتب. وحتى لما تيجي تعملوا تنظيف عميق ما بياخدش منك مجهود. زي مثلا ما بتمسحيش الدولاب. ما بتمسحيش يعني السيراميك اللي هو حوالين السجادة. فالحاجات دي بتوفر عليكي وبتسهل عليكي في التنظيف العميق لما تيجي تعملي. وطبعا زي ما احنا عارفين يعني دي لازم حاجات يومية لازم تعمليها. بتوفر لك طبعا انت في بيتك بتقومي بتخلصي اللي وراكي مسافة ساعة الحاجات دي. انما انا عشان بصور كده فباخد وقت معاكم. بس انت بقى راكي ما تقومي على طول من على السرير طبقي فرشتك وافتحي الشباك وخليه يضرب. عايزه بقى تطلعي البطاطين في الشمس براحتك خالص. بس انا خلاص طبعا دخلت برضو على اوضه الاطفال برضو. بصراحه البنات عندي بيعملوها بس انا قلت لهم ما حدش يجي اما حاجه. لان كنت عايزه اعمل معاكم روتين كده واشجعكم. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون خفيفه كده عليكم وتكونوا بتحبوا الوقت اللي انتوا بتتفرجي عليا فيه. طبعا هعمل السرير ده زي ما عملت التاني بالظبط. وطبعا لازم تنفضي كده مكان ما كنتوا نايمين. وهنا برضو همسك بقى الأرضية هكنسها حلو كده عشان لو فيها أي حاجة تطلع معاكي برضو. وبرضو حوالين السيراميك كده همسحه كده على طول. عايزة أقولك أصلا وانت بتمسحي كده بتحسي بنظافة طالعة كده من شقتك. غير لما تكنسي كده وخلاص. فانت لازم تمسحي وتحطي شوية معطر. لو ما عندكش معطر حطي حتة من اللهلوبة شوية صابون مواعين شوية كرولكس ألواء. أي حاجة في اي حاجه لازم تحطها في الميه لو شويه كلور شويه معطر. لو كلوركس الوان لو شويه اوم ولو شويه صابون. اي حاجه تحطها في الميه عشان خاطر لو انت مسحت من غير ما انت ما تحط ميه او ما تحط معطر او حاجات من دي. بتعمل لك ريحه زفاره جامده جوه في الشقه وبتبقى جرفانه من شقك. فانت بلاش الحركه دي يعني.
وطبعا بعد ما بتخلصي بتمسكي الشرشوبة دي وتحط لها شوية كرور كده، وبعد ما تغسلها طبعا حلو تحط لها شوية كرور كده وتسيبها تتنجع على مدة ساعتين ولا كده، وبعد كده بتشطفيها وتنشفي البتاع ده عشان خاطر ما تعمل لك الزفرة ولا كده ولا ريحة وحشة في شقتك. دي الحاجات اللي ممكن تخلي الشرشوبة معاكي ماهيش نظيفة. بس هنا خلاص طبعا لازم تحطها في الشمس كده تنشف، وبعد كده بتحطها في المكان بتاعها. مش هياخد منك وقت ولا حاجة. ركي وانت بتغسلي السطل يعني بتاع الشرشوبة، بتقومي شطفها معاكي وحاطه لها شوية مية وشوية كرور وخلاص، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. دي حاجات يومية لازم تعمليها عشان توفر لك يعني. بس هنا خلاص طبعا كل حاجة موجودة في الفيديو وانتوا شايفين انا بعمل ايه وبخلي ايه. طبعا انا بحب ابدأ الاول بالشقة بحالها، وبعد كده بخش على المطبخ. لان بصراحة انا بخش المطبخ على طول واعمل الغدا في ريحة على طول. انا الاول اول حاجة اول طبعا ما بقوم بسيب عيالي نايمين وكده وبنزل تحت عند حماتي، بخلص اللي ورايا وبنزل لفراخ وبخلص كل اللي ورايا تحت، واللي بعمله فوق في شقتي بعمله طبعا تحت. بكنس طبعا بيتي تحت، لو في جزايز طبعا بدعكها واملاها، ولو في مواعين طبعا انا بخلي مطبخي نضيف وحلو من بالليل عشان اقوم الصبح طبعا كده فايقه وما ورايش حاجه، يا دوبك انضف شقتي مكان اطفالي يعني ومكان كده واعمل الغدا حوالي. طبعا المواعين دي بصراحة كان عندي يعني ما كانش مواعين ياما ولا حاجة، ده هما شوية كوبايات كده على شوية اطباق كنت عاملة لهم جيلي. فما كانتش حاجة ياما ولا كده. بصراحة دمت مواعين العشاء فما ما قدرتش يعني ان اعملهم. لان زي ما انتوا عارفين بطلع متأخر وكده من عند حماتي، فبطلع يعني ايه مش قادرة. وساعات برضو لو انا مثلا عندي وقت ولا كده فبغسلهم بعد العشاء. لان بصراحه احنا بنتعشى متاخر، يعني جوزي لما بيجي من بره فبيجي متاخر، فعلى يعني حوالي الساعه 11 بالليل ولا كده، فمش هينفع طبعا ان انا اجي في الساعه 12 او كده اغسل في قلب السجع اللي احنا فيها دي. فبقول بكره الصبح نعيشنا بقى اللي يعيش، بقوم وانضف واشتغل. وزي ما انتوا شايفين كده. بس الاحسن لكي انك تنضفي بيتك من بالليل وتخليه على طول نضيف كده، وتخشي مطبخك الصبح تلاقيه نضيف. انا لما بكون متعشين بدري او كده فبنضف مطبخي وبخليه على طول نضيف. والكوبايه مثلا اللي توسخ بالليل مكان كوبايه شاي او حاجه من دي بقوم شطفها على طول. طبعا بيبقى نفسك مفتوحه ان طبعا الحوض بتاعك ما فيهوش حاجه يعني وسخه، فبتمسكي الكوبايه على طول تغسلها وتكفي. بس انا بصراحه بحب اسيب يعني كل حاجه على طبيعتها عشان اعمل معاكم فيديو. اصلا لو مسكت كل كوبايه غسلتها وراي، مسكت مثلا اوضه وكنستها وخلصتها، فمش هلاقي حاجه ان انا اصور واعمل لكم فيديو. فانا بخلي الشقه توصل يعني وتتوسخ كده زي ما انتوا شفتوا عشان خاطر اصور يعني معاكم فيديو واشارك معاكم يوم. يا رب الفيديوهات كده بتاعتي تكون بتعجبكم، واكون كده عند حسن ظنكم. وحابة اشكر كل حد دخل واشترك، وحابة برضو اشكر كل كومنت حلو بتكتبوهولي. دي بصراحة شرف كبير ليا، ومش عارفة اشكركم ازاي بصراحة. طبعا بصراحة والله ما عدتش بقدر استغنى عنكم. بقيت اليوم او اليومين اللي ما بنزلكمش في فيديو بحس ان انا بجد ناقصني حاجة. لازم على طول اكون معاكم كده وبتكلم معاكم. لازم انتوا طبعا مش شايفيني ولا انا شايفاكم، بس بحس براحة كده وانا بتكلم معاكم. مش بكلم نفسي ولا حاجة، انا بكلمكم انتوا. وطبعا انتوا بتردوا عليا في الكومنتات. بشكر كل حد برضو دخل جديد معايا في قناتي. شرفتوني وزودتوا قناتي. طبعا الفيديو مشروح يعني ومعروف انا بعمل ايه وبخلي ايه. ما حبيتش يعني اقعد اقول لكم عملت كذا وخليت كذا، انا حبيت اتكلم معاكم كده من قلبي. وطبعا كل حاجة واضحة وباينة في الكاميرا وانا شغالة كده وانا بتكلم وياكم. طبعا هنا خلصت بقى المواعين ومسكت الحوض برضو دعكته وشطفته كده حلو. بس كده كده ما عادش ورايا حاجة. وطبعا انا كنت عاملة محشي امبارح، كنت عملت يعني حلة كمان زيادة معايا وانا بعمل محشي، وشلتها لتاني يوم اعملها في الغد. ده طبعا عايزة اقول لكم ان انا عملت كل ده وخلصت اللي ورايا تحت وطيبت الاكل والدوري لسه بيد. لان طبعا لما بتقومي بدري بتخلصي شغلك على طول وما بتاخديش وقت. طبعا انا ما عملتش غدا لان زي ما انتوا عارفين انا عملت حله امبارح وانا بلف المحشي. عملتها يعني زياده لبكره يعني ليوم تاني يعني ابقى طيب.
بس هنا خلاص طبعا الحاجة اللي انت بقى بتبقى بتمسحي بيها البوتاجاز وبتمسحي بيها الرخامة والحاجة دي، بتغسليها على طول وراكي أول بأول كده بالصابون اللي هو الصابون البلدي ده. بتقومي يا دوبك بتمشي بس كده عليها بتبقى معاكي نضيفة وحلوة خالص. وطبعا لازم تنشرها عشان خاطر ما تعملش ريحة كمكمة ولا كده. طبعا انا بفردها كده زي ما انتوا شايفين على البوتاجاز الحوض يعني، وبس كده. بس كده باخد بقى الغدا معايا وبنزل بقى نتغدى تحت وبخلص برضو اللي ورايا. وطبعا بقى بتفضلي قاعدة بقى من بعد العصر كده، لو وراكي مثلا عايزة تعملي حاجة حلوة لعيالك أو كده. بس هنا خلاص كنت بشطب خلاص، همسك الأرضية بقى كنسها وامسح المطبخ كده حوالين السجادة وكده يعني. وطبعا انا كنت شايله السجادة دي تقريبا اول امبارح، وكنت حطاها في الشمس وكنت غاسله السيراميك غسيل يعني. كنت مسكته يعني، دعكت بالمجش، وطبعا كبيت في ميه شويه عدله، وكنت بشيل كده وكب في الحمام على طول. بس هنا وكده فيديو النهارده خلص، يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. وطبعا انا كنت مطلعه كيس لبن كده عشان ان شاء الله اعمل معاكم رز بلبن كده واشارك معاكم الفيديو. وطبعا المحشي اهو خلص وطفيت عليه ومسحت برضو البوتاجاز. وهوريكم برضو الشقة وهي نضيفة خلاص ومخلصاها. بس كده، وده كان فيديو النهاردة، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.